السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي تالتة إعدادي في كل مكان، دكاترة ومهندسين تالتة إعدادي أهلا بيكم في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، إن شاء الله رب العالمين. موعدنا النهاردة مع حل النموذج الأول في الجبر، عايزك تركز معايا كويس جدا جدا جدا، خلاص باقي حوالي 10 أيام على الامتحان أو أسبوع على الامتحان، ما عادش في وقت، فركز معايا في الامتحانات بتاع الجبر لأن أحيانا بيجي منها أسئلة وأسئلتها مهمة جدا جدا جدا، إن شاء الله مش هاخد من وقتك كتير، هحل النموذج الأول معاك والنموذج الثاني والأول والثاني في الهندسة، إن شاء الله رب العالمين. النموذج الواحد مش هياخد معانا من 20 ل 25 دقيقة، بس عايزك تركز معايا، كشكولك وقلمك وكتاب المعاصر قدامك، واقول لك ايه بقى، يلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. النموذج الاول بيقول لي يا مستر اجب عن الاسئله الاتيه ومسموح ان انت تستخدم الاله الحاسبه بتاعتك، ما عنديش مشكله. اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. السؤال الاول، مجال الداله، عارفين احنا المجال بيساوي ح فرق اصفار المقام. طيب أصفار المقام دي بنجيبها إزاي؟ بمسك المقام وأساويه بصفر وأطلع قيمة المجهول. مين هو المقام؟ اللي هو س ناقص الواحد، يبقى س ناقص الواحد أساويها بصفر، يبقى الس بتساوي موجب واحد، يبقى أصفار المقام بكام؟ بواحد. يبقى المجال بتاعنا ح فرق أصفار المقام، وأصفار المقام بمسك المقام وأساويه بصفر عشان أطلع المجهول، المجهول طلع بواحد، يبقى أصفار المقام واحد، يبقى الإجابة بتاعتي ح فرق الواحد، يبقى الإجابة بتاعتي رقم ب. عدد حلول المعادلتين س زائد الص بتساوي 2، وبرده ممكن نخلي دي س زائد الصاد بتساوي 3، صاد زائد السين او س زائد الصاد، الجمع ابدالي ما عنديش مشكله. نقسم المعامل بتاع السين، انا كان عندي كام حاله؟ 3 حالات. ممكن تكون الف، طبعا المعامل بتاع السين ده اسمه الف واحد، وده اسمه ب واحد، وده اسمه ج واحد، ده اسمه الف اتنين ب اتنين ج اتنين. انا براجع بالراحه وكل سؤال هشرحه بالراحه، علشان لو انت مش مذاكر من اول السنه والدنيا معاك بايظه خالص فتحاول تلم معايا الدنيا. تمام كده يا باشمهندس؟ واستنى مني قنبله هفجر لك فيها الجبر كله، وقنبله ثانيه هفجر لك فيها الهندسه كلها. ويلا انت عايزك تدخل بقى تفجر الامتحان ان شاء الله، تعالى معايا. طيب عندي كام حاله؟ 3 حالات. الحاله الاولى لو كانت الالف واحد على الالف 2 بتساوي ب واحد على الب 2 بتساوي ج واحد على الجيم 2، يبقى هنا كده لو سالك عن عدد الحلول قول له هنا كده لا نهائي، عدد لا نهائي من الحلول. وفي الحاله دي المستقيمان منطبقان، المستقيمان منطبقان على بعض. طيب الحالة الثانية لو كانت الألف واحد على الألف اتنين بتساوي الب واحد على الب اتنين لا تساوي ج واحد على الجيم اتنين، يبقى في الحالة دي يا مستر عدد الحلول بصفر، عدد الحلول بصفر، والمستقيمان في الحالة دي مستقيمان متوازيان. الحالة الثالثة لو الألف واحد على الألف اتنين لا تساوي ب واحد على الب اتنين، من الأول خالص كده مش بيساووا بعض، يبقى المستقيمان بتوعنا متقاطعان، وطالما متقاطعان يبقى عدد الحلول حل وحيد. طيب تعال نشوف كده المسألة بتاعتنا بتقول إيه. بيقول لي إن هنا ألف واحد يبقى واحد على ألف اتنين بواحد، وب واحد بواحد، وب اتنين بواحد، وجيم واحد باتنين، وجيم اتنين بتلاتة. فلاحظت ان الاول بيساوي الثاني والثاني مش بيساوي الثالث، يبقى الحاله بتاعتنا اللي هم متوازيين، يبقى عدد الحلول صفر. يبقى الحاله دي بتاع متوازيين، وطالما متوازيين يا مستر يعني ماشيين جنب بعض، يعني مش بيتقاطعوا، يعني عدد الحلول بتاعتنا صفر. ومجموعه الحل في فرق، لو سالك عدد الحلول قول له صفر، لو سالك بقى وقال لك مجموعه الحل ايه قول له مجموعه الحل فاي. يبقى في فرق من مجموعه الحل وعدد الحلول، عدد الحلول صفر، مجموعة الحل فاي. السؤال الثالث بيقول السين لا تساوي صفر، عايز اللي قدامنا. كنت بقول له يا مستر ثبت غير اقلب، ثبت الخمسة س على السين تربيع زائد الواحد، غير العلى خليها ضرب، اقلب الكسر بدل س تربيع زائد الواحد على السين. هنقول له يا مستر الس تربيع زائد الواحد تمشي مع س تربيع زائد الواحد، والسين تمشي مع السين، هيتبقى 5، يبقى الإجابة بتاعتي رقم د، يبقى الإجابة بتاعتي 5. ثبت غير الضرب الاسم خليها ضرب، واقلب الكسر اللي بعديها. إذا كانت النسبة بين محيطي مربعين 1 إلى 2، طب خلينا ناخد برضو هوضح لك المعلومة هنا شوية. النسبة بين المحيطات، الكلام ده على مين؟ على المربع.
الكلام اللي انا بقوله ده يخص المربع. النسبة بين المحيطات في المربع بتساوي النسبة بين الأضلاع. طيب لو كانت النسبة بين المحيطات 1 إلى 2 يبقى النسبة بين الأضلاع بكام؟ ب1 إلى 2. طيب أنا عايز النسبة بين المساحات. طيب النسبة بين الأضلاع برضو 1 إلى 2، فلو جيت أجيب المساحة الأولى يبقى طول الضلع في نفسه يبقى 1 في 1 بواحد. لو جيت أجيب المساحة بتاع الضلع الثاني يبقى طول الضلع في نفسه 2 في 2 ب4. يبقى النسبة بين المساحات 1 إلى 4. النسبة بين المساحات 1 إلى 4. ندخل على السؤال الخامس. معادلة محور تماثل دي. معادلة محور التماثل احنا لما كنا بنجيب نقطة رأس المنحنى، كان فيها س وص. قال لي دي كنا بنقول عليها معادلة محور التماثل. قال لي ايوه. ودي كنا بنقول عليها القيمة الصغرى او القيمة العظمى على حسب مسألتي. قال لي كويس. طيب معادلة محور التماثل لو انت مش عارفها ولا هترسم، لا كان لها قانون. ايه هو؟ الس بتساوي سالب ب على الاتنين ألف. طيب هتقول لي يا مستر، هقول لك نعم يا حبيبي. هتقول لي مين هي الب ومين هي الالف؟ يعني لو انا عندي مساله كده، ركز كده معايا، داله س بتساوي وليكن يعني 3 س تربيع زائد ال 5 س ناقص السبعة. انت عارف ان دي كده هنسميها الف، ودي كده كنا بنسميها ب، وده كده كنا بنسميها ج. يبقى الالف هو الرقم اللي قدام السين تربيع، الب هو الرقم اللي قدام السين. طب انا قلت سالب ب، يبقى سالب المفروض سالب 5 على 2 الف، 2 في 3 ب 6. يبقى كده مسألتي خلصت. طبعا المسألة بتاعتي هنا اهي. طيب تقدر تقول لي مين هي الألف هنا؟ الألف يا مستر، الألف الرقم اللي قدام السين تربيع، والسين تربيع هنا قدامها واحد يبقى الألف بواحد. طيب مين هي الب؟ الب الرقم اللي قدام السين، هنا ما فيش سين خالص يبقى الب بصفر. مين هي الجيم؟ الجيم بسالب 4. الجيم بكام؟ بسالب 4. كويس. القانون بتاعي سالب ب على 2 ألف. الب بصفر يبقى سالب صفر، يبقى صفر على 2 ألف. الألف بواحد، 2 في 1 ب2، وصفر على أي حاجة تطلع بكام؟ تطلع بصفر. يبقى معادلة محور التماثل س بتساوي صفر. يبقى معادلة محور التماثل س بتساوي صفر. طيب خلي بالك، والله العظيم أنا بحاول ألم لك الدنيا كلها. مش بحل لك سؤال واحد، أنا بحل لك سؤال. ولو سؤال جه يخص الجزئيه دي بحاول اجيبه لك برضه. فركز معايا اكتر. الالف جزء من فضاء العينه لتجربه عشوائيه، وكان احتمال المكمله بيساوي احتمال الاثنين احتمال الالف. انا عندي قانون بيقول لي ان احتمال الالف زائد احتمال المكمله بيساوي واحد. قال لي كويس. طيب احتمال الالف زائد احتمال المكمله هو قال لي بكام؟ قال لي 2 احتمال الالف. كل ده بيساوي كام؟ كل ده بيساوي واحد. طيب 2 احتمال الألف واحتمال الألف يبقى 3 احتمال الألف بتساوي واحد. نقسم هنا على التلاتة ونقسم هنا على التلاتة. فدي تروح مع دي يبقى يتبقى لام ألف بكام؟ بواحد على التلاتة. يبقى الإجابة بتاعتي واحد على التلاتة. ندخل على السؤال الثاني ألف باستخدام القانون العام. يبقى لازم معاك آلة حاسبة. أولا يا مستر لازم المعادلة بتاعتك تكون معادلة صفرية، ولازم تطلع الألف والب والجيم. دول حاجات أساسية عندك عشان تحل بالقانون العام. يبقى لازم تكون معادلة صفرية يعني بتساوي صفر، ولازم تطلع الألف والب والجيم. الألف الرقم اللي قدام السين تربيع ب2، والب الرقم اللي قدام السين بسالب 5، والجيم بواحد. طيب القانون العام س بتساوي سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 ألف ج. كل ده يا مستر على كام؟ كل ده على 2 ألف. طيب انت طبعا لازم تبقى حافظ القانون العام نفسه، ولازم تبقى عارف ان انت بتشتغل عليه. لازم تكون معادله صفريه، ولازم تبقى عارف مين الالف ومين الب ومين الج. سالب ب الرقم اللي قدام سالب 5. يبقى سالب ب، يبقى هناخد يا مستر، كنت بقول للطالب ايه؟ سالب ب خد الب بعكس الاشاره، يعني الب هنا سالب 5 خدها موجب 5. موجب او سالب جذر ب تربيع يبقى سالب 5 تربيع ب 25 ناقص الأربعة في الألف باتنين في الجيم بواحد. كل ده يا مستر أنا أقسمها على الاتنين ألف اللي هي 2 في 2. كويس. يبقى السين هتساوي 5 موجب أو سالب جذر ال 25 بتنزل ناقص 4 في 2 في 1 ب 8. كل ده هنقسمه على مين؟ على 2 في 2 ب 4. نقسم الصفحة بتاعت نصين ونقول له س بتساوي 5 موجب جذر
هناخدها مره بالموجب ومره بالسالب. 25 ناقص ال 8 تدي كام؟ 17. كل ده على الاربعه، والسين بتساوي 5 ناقص جذر 17 على الاربعه. يبقى دلوقتي عندي قيمه السين وعندي قيمه ايه؟ السين، بس حطينا مره بموجب ومره بايه؟ بالسالب. قال لي انا عايز الاقرب رقم 10 واحد. معاك الاله بتاعتك؟ نجيب الاله بتاعتنا يا مستر. فين الاله بتاعتنا؟ الاله بتاعتنا اهي، ونبدا نشتغل على الاله بتاعتنا. هنبدا نفتح شرطه كسر كده ونقول له 5 موجب جذر 17 على الأربعة هتساوي كام؟ هتساوي 2 علامة 2 8 0. يبقى السين تقريبا، هو قال لي الأقرب رقم 10 واحد، هناخد 2 علامة، عايزين رقم واحد، نيجي ناخد الاثنين بس جنبيه الثمانية تزودوا يبقى 2 علامة 3. طيب ولما نعمل دي كده بالآلة الحاسبة هرجع كده بس، يا ترى هعمل ايه؟ هشيل الزائد واحط ناقص واقول له يساوي اس دي. طلعت يا مستر علامة 2 1 9. يبقى السين تقريبا كده علامة 2، وناخد الواحد هيزود الاثنين؟ لا مش هيزودها، يبقى علامة 2 لأن هو قال لي رقم 10 واحد. يبقى مجموعة الحل ب 2 و3 من 10 فاصلة 2 من 10. تمام كده؟ ندخل على السؤال الثاني أو السؤال ب. اوجد ن س في أبسط صورة مبينة للمجال. هنقول له يا مستر ن س بتساوي س ناقص التلاتة على المقام بالنسبة لنا نحلله س تربيع س وس، كام في كام ب 12 وجمعناهم يدوا 7، 3 في 4 ب 12 وجمعناهم يدوا 7. الشرط الأخير موجب، الاثنين يتبعوا الأوسط. دي أول خطوة. وبعدين نيجي هنا كده نقول له دي ب4. السين تربيع بناخد س عامل مشترك، س تربيع على السين فيها السين ناقص 4 س على السين فيها الأربعة. دي أول خطوة بالنسبة لنا. هو عايز ن س في أبسط صورة مبينة للمجال. أولا بنجيب المجال ثم الاختصار اللي هي أبسط صورة يعني ما ينفعش نختصر الأول، نجيب المجال. يبقى نقول له يا مستر المجال بيساوي ح فرق أصفار المقامات. السالب 4 ناخدها بعكس الإشارة، والسالب 3 بعكس الإشارة، والسين بتدي صفر، والسالب 4 تدي موجب 4 عطياها هنا. طيب دي الخطوة. نبدأ نختصر، دي تروح مع دي يبقى ن س هتساوي، فدي مشيت مع دي يبقى 1 على س ناقص الأربعة ناقص 4، وهنا كده س افتح قوس س ناقص الأربعة. طيب علشان نطرح أو نجمع لازم المقامات تبقى متوحدة. طب ده هو ده، بس السين ناقصة فنحط هنا س ونضرب هنا في س. طيب فنبدأ نقول له يا مستر س في 1 بس، والمقام بتاعنا أهو، ودي الأربعة أهي والمقام بتاعنا أهو. تمام كده؟ قال لي تمام. طيب أنت شايف المقام ده زي المقام؟ قال لي المقام زي المقام، فننزل منهم مقام. طالما المقام زي المقام ننزل المقام ونجمع او نطرح البسط على حسب المساله. يبقى س ناقص الاربعه. فنيجي نقول له يا مستر س ناقص الاربعه تمشي مع س ناقص الاربعه، يتبقى في البسط واحد وفي المقام س، يبقى الاجابه بتاعتي 1 على س. 1 على ايه؟ س. طيب هو عايز ابسط صوره، يبقى دي ابسط صوره، وكان عايز المجال وده المجال. ندخل على السؤال الثالث الف. اوجد في ح في ح مجموعه حل المعادلتين الاتيتين. طيب دي معادلة من الدرجة الأولى اللي هي المعادلة رقم 1، ودي معادلة طالما س أس 2 أو ص أس 2 وس ص برضه دي أس 1 ودي أس 1 لو جمعناهم يدي 2، فدي كده معادلة من الدرجة الثانية. دي المعادلة رقم 2. قال لي قلت له معادلة من الدرجة الأولى عشان دي أس 1، ومعادلة من الدرجة الثانية عشان دي أس 2. مش بتتحل معايا خالص غير بطريقة التعويض، يعني ما اعرفش احلها حسب، لازم احلها ايه؟ تعويض. فنقول له يا مستر مش انت قلت ان السين ناقص الصاد بصفر؟ قال لي قلت له السين ناقص الصاد بصفر، يبقى السين هتساوي ده، هتروح الجنب الثاني يبقى س هتساوي صاد، ودي المعادله الثالثه. ونروح نعوض بالمعادله الثالثه دي. اعوض في مين بقى؟ اعوض في المعادله رقم 2. اعوض في المعادله رقم 2. يبقى نمسك المعادله رقم 2 اللي هي س تربيع زائد س صاد زائد ص تربيع واساويها ب 27. يبقى المعادله رقم 2 اللي انا اعوض فيها بكتبها، وكل اللي انا هعمله اشيل السين واحط مكانها الصاد او العكس، ما س بتساوي صاد. طب يا مستر خلينا نشيل
نشيل كل س ونحط مكانها ص. يعني الس نشيلها ونحط مكانها ص، يبقى ص أس 2. نشيل السين ونحط مكانها ص، يبقى ص في ص بص تربيع، ودي ص تربيع، كل ده بيساوي 27. طيب فلما نجمع ص أس 2 وص أس 2 وص أس 2 يبقى 3 ص أس 2 بتساوي 27. نقسم هنا على التلاتة ونقسم هنا على التلاتة. فالتلاتة تمشي مع التلاتة يتبقى ص أس 3 ص أس 2. تمام. و27 على التلاتة فيها التسعة، يبقى ص تربيع بكام؟ بتسعة. بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، يبقى الص تربيع لما اخد جذرها هيدي ص، والتسعة لما اخد جذرها هيدي 3، والجذر التربيعي بيطلع قيمتين، يبقى الصاد بموجب 3 وسالب 3. يبقى لو كانت الصاد بموجب 3 ولو كانت الصاد بسالب 3. تمام كده؟ لو كانت الصاد بموجب 3 نروح نعوض بقى، نعوض هنا. مش هو قايل لك ان السين بتساوي الصاد؟ قال لي ايوه. قلت له يبقى السين برضه هتساوي 3. مش هو قايل ان السين بتساوي الصاد؟ يبقى السين هتساوي سالب 3. يبقى نقدر نقول له مجموعة الحل 3 و3 س وصاد فاصلة سالب 3 وسالب 3 برضه س وصاد. وبكده انا جبت مجموعة الحل للمعادلتين بتوعي. السؤال الثالث ألف سؤال مهم جدا جدا جدا. ندخل على السؤال الثالث ب. طيب اوجد السؤال رقم ب، اوجد ن س في ابسط صوره مبينه للمجال. يبقى نقول له ن س بتساوي السين تربيع لما نيجي نحللها س وس كام في كام ب3 وجمعناهم يدي 4. 1 في 3 ب3 ولو جمعناهم يدي 4. الشرط الاخير موجب، الاثنين زي اللي في النص موجب وموجب. تعالى في المفهوم قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير السين تكعيب جذرها س وال27 جذرها 3 س ناقص 3. والقوس الكبير الاول في الاول ورا خالص كده زائد الثاني في الثاني، وبنضرب الاول في الثاني بعكس الاشاره يبقى موجب 3 س. طيب والبسط زي ما هو. طيب ممكن نقول له يا مستر، ممكن نقول له العاله دي نخليها ضرب واللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق اللي هو س تربيع زائد ال3 س زائد التسعة. قال لي كويس. طيب عشان لازم قبل ما نختصر لازم نجيب مين؟ المجال. طيب والمجال في القسمه طالما اللي فوق نزلته تحت واللي تحت نزلته فوق، فلما نجيب المجال ح فرق اللي فوق واللي تحت. يبقى المجال ح فرق اصفار مقام بسط. طب السالب 3 يبقى بموجب 3. ودي يا مستر القوس الكبير ده مش بيتحلل، والسالب 3 الموجب 3 يبقى بسالب 3، والقوس ده هو ده اخوه برضه مش هيتحلل. يبقى المجال بتاعنا ح فرق الثلاثه والسالب 3 مقام بسط. نبدا نختصر نقول له ادي القوس اللي مش بيتحلل مع ده، وادي السين زائد الثلاثه مع دي، وبس كده. يبقى نقدر نقول له ن س في ابسط صوره البسط بالنسبه لنا س زائد الواحد، والمقام بالنسبه لنا س ناقص الثلاثه. يبقى ابسط صوره بالنسبه لنا دي كده ابسط صوره. يبقى ابسط صوره اللي هي مطلوبه اللي هي س زائد الواحد على س ناقص الثلاثه. طيب ده بيقول لي ايه؟ انا عايز ن 2 ون سالب 3 ان امكن، يعني دي تكمله السؤال. طيب فانا هقول له ايه؟ ن 2 قبل ما اعوض بيها، هو المجال بتاعنا اي عدد حقيقي عوض بيه ما عدا في رقمين مش هنعوض بيهم، الثلاثه والسالب 3. طب والاثنين لا عوض ما عنديش مشكله. يبقى نقول له بدل س زائد الواحد يبقى 2 زائد الواحد، بدل س ناقص الثلاثه يبقى 2 ناقص الثلاثه. يبقى 3 على 2 ناقص الثلاثه سالب 1، و3 على الواحد فيها الثلاثه والسالب ينزل. يبقى الاجابه بتاعتي سالب 3. طب يا مستر قال لي انا عايز اعوض بنون سالب 3، اعوض بسالب 3. قال لي يا مستر سالب 3 ده هنا كده دي المجال بتاعنا ح ما عدا السالب 3، يبقى السالب 3 مش في مجالنا. يبقى اقول له دي ليس او غير ممكنه، ليست ممكنه او غير ممكنه. ممكن تقول له لان السالب 3 لا تنتمي للمجال، هي مش تبع المجال، وطالما مش تبع المجال يبقى ما تخصنيش، وطالما ما تخصنيش يبقى ما اقدرش اعوض ايه بيها. ده كان السؤال بتاعنا ما فيهوش اي مشكله. ندخل على السؤال الرابع الف. مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 4. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. مين الكبير؟ قال لي الطول. هو قال لي ان الطول بيزيد عن العرض، يبقى الطول هو الكبير والعرض هو الصغير.
طيب لما نيجي نفرض الصغير الاول، يبقى اقول له نفرض العرض س. طب والطول؟ ما هو قال لي ان الطول بيزيد عن العرض باربعه، يبقى الطول س زائد الاربعه. طيب فاذا كان محيط المستطيل 28، طب ما انا عارف في قانون بيقول ان محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض، طول زائد العرض في 2. طيب هو المحيط عطولك بكام؟ قال لي المحيط ب 28، يبقى 28 بتساوي الطول س زائد الأربعة زائد العرض بس في 2. طب ايه رأيك لما اقسم هنا على الاثنين المضروبة فيها واقسم هنا على الاثنين؟ فالاثنين تتكنسل مع الاثنين، و28 على الاثنين فيها ال 14. س والسين يبقى 2 س زائد الأربعة. في مشكلة كده؟ قال لي لا يا مستر. قلت له خلاص، يبقى 2 س بتساوي 14، والأربعة دي ترجع ورا بعكس الإشارة ناقص الأربعة. يبقى 2 س بتساوي 14 ناقص الأربعة يدي كام؟ 10. نقسم هنا على الاثنين ونقسم هنا على الاثنين، فدي تروح مع دي تبقى س، و10 على الاثنين فيها الخمسة، يبقى السين بكام؟ بخمسة. السين دي كانت العرض. أنا بقى عايز مين؟ أنا عايز أجيب الطول بقى. طيب يبقى العرض بيساوي 5 سم، لأن العرض كنت أنا قايل له س، والسين بخمسة يبقى العرض بخمسة، والطول كنت انا قايل ان الطول بس زائد الاربعه، والسين بكام؟ بخمسه، يبقى 5 زائد الاربعه بتساوي 9 سم. ده مش طالب مني العرض والطول بس، ده قال لي اوجد مساحه المستطيل. طب ما انا عارف يا مستر، معلش انا هرفع بس ايه، هرفع دي سنه كده واقول له ايه؟ مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض. مساحه المستطيل بتساوي الطول فين؟ وانا طلعت الطول بتسعة وطلعت العرض بخمسة، ونقول له بقى 5 في 9 ب 45 سنتيمتر مربع، يبقى انا كده جبت مساحة ايه؟ المستطيل. كنا ممكن نحل المسألة دي بطريقة تانية بطريقة غير الطريقة دي، اللي هي كنا ممكن نقول له نفرض الطول بس والعرض بصاد، وتبدأ تشتغل بالطريقة دي وتجيب المحيط عن طريق المجموع وتطلع معادلتين تحلهم حصر وتعويض، بس بالنسبة لي دي كانت أسهل للطالب يعني. ندخل على السؤال رقم ب. عايز ن س، بيقول لي على فكرة إن ن س بتساوي، تعالى نمسك البسط نحلله، ناخد س عامل مشترك، س تربيع على س فيها السين، 2 س على س فيها الاتنين. والمقام بالنسبة لنا يتحلل إزاي؟ عادي جدا، الس تربيع س وس كام في كام ب2 ونجمعناهم يدي 3، 1 في 2 ب2 ونجمعناهم يدي 3. الأخير موجب، الاتنين زي اللي في النص، ناقص ناقص. طيب كويس. هو طالب مني ايه؟ انا مش عارف هو طالب ايه. طيب هو طالب ن سالب 1 س يعني المعكوس الضربي. طب هات لي المجال بتاع ده، وده مش مطلوب، ده من عندي انا. المجال ح فرق اصفار المقام، يبقى ح فرق السالب 1 يبقى موجب 1 والسالب 2 يبقى موجب 2. ده كده المجال، هو مش مطلوب، ده كده هديه مني ليك. دي هديه مني ليك، مش مطلوب اساسا. هو مطلوب هنا ن سالب 1 س، يعني المعكوس الضربي، نقلبها يبقى س ناقص الواحد مضروبة في س ناقص الاتنين على س على س ناقص الاتنين. طيب يبقى ن سالب 1 س نقلبها المعكوس الضربي وهات مجالها. طيب عايزين نجيب المجال، طالما قلبنا يبقى بنشتغل على مجال بسط ومقام. يبقى ح فرق الصفر، والسالب 2 يبقى موجب 2، والسالب 1 يبقى موجب 1، والسالب 2 يبقى موجب 2، مش هنكررها. طيب وبعدين يا مستر انا عايز ابسط صوره، فدي تروح مع دي، يبقى ن سالب 1 س بتساوي س ناقص الواحد على الس، ودي بالنسبه لنا ابسط صوره. تمام. طيب انا عايز قيمه السين لو كان المعكوس الضربي بتلاتة. عايز قيمه السين لو كان المعكوس الضربي بكام؟ بتلاتة. يبقى ن سالب 1 س بتلاتة. طب مش انا عارف ان المعكوس الضربي بده والمعكوس الضربي بتلاتة، فاساويهم ببعض. اساوي س ناقص الواحد على السين اساويه بكام؟ بالتلاتة، والتلاتة دي مقامها بواحد. ونضرب مقصات، واحد في البسط بالبسط، وس في تلاتة بتلاتة س. يبقى س بتنزل ودي تروح لها الجنب التاني، يبقى ناقص 3 س بتساوي، ودي تروح لها الجنب التاني بموجب 1. س ناقص 3 س يبقى سالب 2 س بواحد، نقسم على السالب 2 ونقسم على السالب 2.
فدي تروح مع دي يتبقى س، وهنا كده يتبقى سالب 1 على الاتنين. يبقى دي قيمة الس بكام يا مستر؟ قيمة الس، هو عايز قيمة الس؟ قال لي اه، يبقى قيمة الس بكام؟ بسالب 1 على الاتنين. يبقى لو انت رحت عوضت هنا كده بسالب 1 على الاتنين، سالب 1 على 2 ناقص 1 يبقى 1 ونص، ودي سالب 1 على الاتنين يبقى تطلع بالظبط 1 ونص على الاتنين فيها التلاتة، تطلع معاك بتلاتة بالظبط. تمام كده يا باشمهندس؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى انا كده جبت قيمة السين في المسألة دي. طيب ده كان السؤال ب. طيب ندخل على السؤال الخامس ألف. بيقول لي دي نون واحد ودي نون 2، وطالب مني ان انا لازم اجيب المجال، والمجال يطلع المجال بيساوي المجال، والاختزال بيساوي الاختزال، يبقى نون 1 بتساوي نون 2. فانا هقسم السبوره نصين علشان اشتغل كل جزء لوحده. فابدا اقول له يا مستر نون 1 س بتساوي البسط اللي هو س تربيع، والمقام س تكعيب ناقص س تربيع، ممكن ناخد س تربيع عامل مشترك، س اس 3 على س اس 2 فيها السين، ناقص س تربيع على س تربيع فيها الواحد. في مشكله كده؟ هات لي المجال كده يا مستر. المجال بيساوي ح فرق السين بتدي صفر، والسالب واحد بيدي موجب واحد. طب اختصر كده يا مستر. هنختصر دي تروح مع دي، يبقى نون واحد س بتساوي س ناقص الواحد في المقام، والبسط بنكتب واحد. في ناس بتكتبها لي كده، في ناس بتكتب لي س ناقص الواحد. كده اجابتك غلط. ليه يا مستر؟ لان البسط بالنسبه لنا واحد، ده س ناقص الواحد دي بتاعه المقام. يبقى دي كده يا مستر ابسط صوره. تعالى اللي احنا عملناه في الجنب ده نعمله هنا. نون 2 س بتساوي س تكعيب س تربيع س، ناخد س عامل مشترك، تكعيب على السين فيها الس تربيع، س تربيع على السين فيها السين، وس على السين فيها الواحد، على س أس 4 ناقص السين، ناخد س عامل مشترك يبقى س أس 3 ناقص الواحد. في مشكلة؟ لا يا مستر. طيب البسط بالنسبة لنا مش هيتحلل. عارف ليه؟ لأن كام في كام بواحد، وإن جمعناهم يدوا واحد مفيش. وغير كده كمان يا مستر أنا شفت تحت فرق مكعبين في قوس صغير وقوس كبير، والقوس الكبير مش بيتحلل، فتأكد إن في قوس زيه فوق مش هيتحلل عشان يمشوا مع بعض. السين تكعيب بسين، والواحد جذره بواحد. الأول في الأول والتاني في التاني، والأول في التاني بعكس الإشارة. طيب تعالى نجيب المجال. المجال بيساوي ح فرق أصفار المقام، يبقى ح فرق الصفر والسالب واحد يبقى موجب واحد. طيب تعالى نختصر كده. ممكن نقول له دي تروح مع دي ودي تروح مع دي، يبقى نون 2 س هتساوي 1 على س ناقص الواحد. ده كده أبسط صورة بالنسبة لنا، وده المجال. فنروح نقول له إيه بقى يا مستر؟ نروح نقول له بما أن نون 1 س بتساوي نون 2 س، يعني الاختصار بيساوي الاختصار، وميم 1 بتساوي ميم 2، والمجال بيساوي المجال، إذا نون 1 بتساوي نون 2، وده كده المطلوب إثباته. ندخل على السؤال رقم ب. طبعا أنا ممكن على جنب كده أقدر أجيب الألف. الألف ب5 و2 و3، وأقدر أجيب الب على جنب كده، الب ب1 و4 و2 و3. طيب وأقدر أجيب ألف تقاطع ب، ألف تقاطع ب ب2 و3. وأقدر أجيب ألف اتحاد ب، ألف اتحاد ب يبقى كل اللي في الألف والب يبقى 5 2 3 1 4. أقدر أجيب فضاء العينة كله على بعضيه، 5 2 3 1 4 6، اللي هي 1 2 3 4 5 6. زي الفل. أنا أقدر أحل مسألتي من هنا، وأقدر أحل مسألتي من الرسمة. تعالى كده نشوف مسألتنا. طالب مني احتمال التقاطع، يبقى لام ألف تقاطع الب. طيب التقاطع ألف تقاطع الب بكم عنصر؟ بعنصرين، يبقى 2 على 6. يا مستر مش فاهم. طيب الاحتمال بتاع التقاطع بيساوي نون التقاطع على نون فاء. يعني ايه نون التقاطع؟ يعني عدد عناصر التقاطع. هو التقاطع كان كام وكام؟ كان 2 و3. كام عنصر؟ عنصرين. ونون ف فضاء العينة، فضاء العينة كانوا 6 أرقام، يبقى نون ف ب6، يبقى لو اختصرناها 1 على 3. لو أنا عايز أحلها من الرسم يبقى 2 و3 دول هم التقاطع، يبقى كام رقم؟ رقمين على ال6 ب1 على 3. طيب القانون الثاني لام ألف ناقص الب. كان القانون بتاعنا لام ألف
ناقص احتمال التقاطع ناقص لام التقاطع. طيب لام ألف بكام؟ هي الألف بكام رقم؟ الألف بثلاث أرقام. على الكام؟ على الستة، على فضاء العينة. ما لام ألف يبقى نون ألف على نون ف. نون ألف بكام عنصر؟ بثلاثة، ونون ف بكام عنصر؟ بستة. ناقص لام التقاطع بواحد على الثلاثة. لو انت معاك آلة حاسبة وعملتها على الآلة الحاسبة هتطلع بواحد على الستة، يبقى الإجابة بتاعتي واحد على الستة. أما التقاطع بواحد على الثلاثة. آخر حاجة مطلوبة في المسألة احتمال عدم وقوع الألف. احتمال الألف يبقى احتمال وقوع الألف، أما كلمة عدم معناها مكملة، ودي معناها واحد ناقص احتمال الألف. واحد ناقص احتمال الألف، يبقى واحد ناقص احتمال الألف أنا كنت جايبه هنا بتلاتة على ستة، يبقى واحد ناقص تلاتة على الستة لو عملت على الآلة الحاسبة هتطلع بنص. يبقى الإجابة بتاعتنا هتطلع بكام؟ بنص. وبكده يا باشمهندسين تقريبا يبقى وصلنا لنهاية النموذج الأول في الجبر. استناني في فيديو جديد وحلقة جديدة مع النموذج الثاني في الجبر ومع نماذج الهندسة ومع قنبلتين، واحدة هفجر لك فيها الجبر كله، واحدة هفجر لك فيها الهندسة كلها، علشان تقدر تخش الامتحان وانت مبسوط ومرتاح، وينزل لك التراكمي بتاع الجبر والتراكمي بتاع الهندسة، يعني مش فايتك أي حاجة. أنا مستر مصطفى عرابي وأنت كنت بتسمع قناة مستر عرابي. أشوفكم على خير في فيديو حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.